بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب ارزق كل من فتح هذا المقطع وقال آمين. اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب، اللهم حقق أمانيه، اللهم اجبر بخاطره، اللهم سخر له بركات السماوات والأرض، وسخر له ملكوت السماوات والأرض، واعفو عنه يا رب، وفرج همه، وقضي دينه، وسهل له أموره، وأسعده في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، هو كل من قال آمين يا أرحم الراحمين. إخواني الكرام، إذا كنت تعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحب سنته وهدايته، ففضلا وليس أمرا ادعمنا بإعجاب لكي نعلم كم هو عدد محبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله العظيم أن يجزيكم كل خير. إخواني الكرام، بشارة لك من الله سبحانه وتعالى، آية قصيرة إذا قرأتها 7 مرات سخر الله لك الكون لطاعتك، وحفظك من شر الإنس والجن، ولو اجتمع عليك أهل السماوات والأرض لن يقدروا عليك، وأينما توجهت قضيت حاجتك بقدرة الله سبحانه وتعالى. إخواني وإخوتي الكرام، جرب هذه الآية وراقب ما سيحدث في حياتك بإذن الله. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الصلاة على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، واكتب تعليقا تؤجر عليه في التعليقات، وصلي على النبي أيضا في التعليقات. إخواني الكرام، معجزة من معجزات القرآن الكريم يتجاهلها العديد من الناس. كل إنسان على وجه الأرض يتمنى أن يكون محميا ومحصنا في حصن الله الحصين وحفظه المكين، وكل شيء مسخر لخدمتك، فلم تكن التحصينات من السنة والأذكار والآيات، وكل ما يزيد في الإيمان مبعثة البعثة، بل هو تقدير من لدن خبير عليم بأمر الخالق وقوى الله القضائية بالشرع واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل لك هالة حول جسدك بمثابة الحافظ لك من شياطين الإنس والجن والحواس والعوالم. أسرار كثيرة نحن عنها غافلون للأسف، أسرار من القرآن الكريم، أسرار تجعل الناس واسعين، وكل شيء مسخر لك، والدنيا تحت أقدامك. نعم والله، في القرآن أسرار لا تستوعبها العقول ولا تقوى على حملها الجبال الرواسي. إخواني الكرام، نتوقف 10 ثواني فقط للضغط على زر الإعجاب وترك تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. أسرار تصنع المعجزات العظام، وآية من 6 كلمات وجدت فيها إعجابا شاملا وكافيا ووافيا، تصريفات وخواص لا تعد ولا تحصى. فمن منا لا يتمنى أن يحافظ على ماله وبيته وأولاده ورزقه، ومن منا لا يتمنى أن يحفظه الله من الشرور، ومن منا من يأتيه من الهموم والمشاكل والأمراض، ومن منا من ضاع له أو سرق منه شيء ولا يتمنى أن يسترجعه، ومن منا لا يتمنى أن يكون مباركا بعناية الله، ورحمة الله وسعت كل شيء. وأيضا المنشورات ربما لا تفيدك شيئا، لأن الذي يحفظك هو الله، ويحقق لكم الرجاء والطلب هو الله سبحانه وتعالى. وهذا ما أدركه أنبياء الله عليهم السلام، مثل سيدنا يعقوب عندما رموه في البئر، ولكنه لم يفقد الأمل، وقالوا له أنه قتل، فقال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه هي الآية والمعجزات التي جمعت أسرار وأنوار لو علمتها لن تستغني عن قراءتها. هذه الآية إذا أكثرت من قراءتها تساعدك على اتخاذ القرار السليم على حياتك. هذه الآية تعطيك راحة نفسية وتخلصك من الأرق وتزيد ثقتك بالله بسر هذه الآية. إذا قرأتها يهيئ لك الظروف المناسبة ويلهمك حسن التصرف، ويضمن لك التمتع ببيتك ومالك وأولادك وأهلك وكل من تحب ببركة هذه الآية بإذن الله عز وجل. ستسترجع كل ما فقدت من صحة أو رزق أو أموال أو عمل أو متاع أو فرص أو شخص مفقود. هذه الآية لها قوة واطمئنان
تجعلك تشعر بالسعادة والفرح الشديد. هذه الآية تذكرنا بسيدنا يوسف عليه السلام، وكيف أن الله قد حفظه في الجب وحفظه في السجن ونجاه من فتنة النساء، وآتاه الله المكان العظيم والملك. إذا كان بينك وبين من تحب أشواق، سواء أولادك أو زوجتك بعيدة عنك أو والديك، هذه الآية سينجيهم الله، سيحافظ عليهم ويتولى أمرهم. هذه الآية لها تجليات ونفحات تجعلك ومن تحب في أعلى المناصب والمراتب والحماية لله. هذه الآية تعينك على حياتك، على الاستغناء عن الناس وعدم الحاجة إليهم، واللجوء دائما إلى الله سبحانه وتعالى. هو الوحيد القادر على حمايتك، وخير منها لطاعتك ولقضاء حاجتك. إلى أن هذه الآية هي بمثابة دعاء قصير جدا وأدعية، هي الآية التي جمعت معاني ودلالات ما قاله سيدنا محمد عليه السلام لابن عباس وهو على ظهر دابته، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا وقد كتبه الله لك، واعلموا جيدا على أن شيء لم يكتبه الله لك لن يحدث أبدا. اجعلها ورضا وجزءا في حياتك، واقرأها كل يوم وفي كل مناسبة، وبعد الصلوات 7 مرات دائما، وابدأ الآية: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وسترى من أسرارها ومن معجزاتها ما يبهر بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني الكرام، ربما ترى شخصا ظالما يعيش حياة مريحة وتظن أن عدل الله غائب، لكن الحقيقة أن الله يمهل ولا يهمل، وأن لكل ظالم نهاية، ولكل مظلوم حق محفوظ سيعود إليك عاجلا أم آجل. لذلك لا تيأس، لا تحزن، بل تمسك بالأمل، وثق بأن الله يعد لك خيرا كثيرا. عش حياتك بما يرضى الله، ولا تنشغل بحال الآخرين، بل أد ما عليك، واترك الأمور لعدل الله ورحمته، فهو الأعلم بما يصلح لك، وهو الذي يعطيك الخير في الوقت المناسب. وفي نهاية هذا الفيديو أرجوك اترك تعليقا أسفل الفيديو بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودعم بهذا المقطع بالإعجاب كي ينتشر بين الناس، ونكون قد ساهمنا في نشر الخير وتعميم الفائدة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وكلما شاركنا هذه الفائدة مع الآخرين نكون قد ساهمنا في نشر العلم والبركة في حياة الجميع. نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وبارك الله فيكم جميعا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.